لو بتدور على عربية سيدان اعتمادية واسعة ومناسبة للاستخدام اليومي في مصر، فأكيد اسم نيسان سنترا هيعدي قدامك. العربية دي بقالها سنين من أشهر العربيات في فئتها، والجيل الجديد منها في 2026 بيحاول يحافظ على نفس السمعة دي، مع تصميم أحدث، تجهيزات تكنولوجية أكتر، ومستوى راحة أفضل. لكن السؤال المهم، هل نيسان سنترا 2026 ما زالت صفقة كويسة في فئة السيدان الاقتصادية، ولا المنافسين بقوا أقوى منها؟ خلونا نعمل مراجعة شاملة للعربية ونشوف كل التفاصيل. التصميم الخارجي. أول حاجة هتلاحظها في سنترا 2026 هي التصميم الخارجي الهادئ والأنيق. العربية جاية بتصميم قريب من فلسفة نيسان الحديثة، خصوصا في الشبكة الأمامية الكبيرة المعروفة باسم في موشن. أهم ملامح التصميم الخارجي: شبكة أمامية كروم كبيرة، فوانيس LED أمامية وخلفية، خطوط جانبية واضحة بتدي العربية شكل رياضي شوية، جنوط رياضية مقاس 16 بوصة، كشافات ضباب أمامية، مرايات كهرباء بإشارات. بشكل عام تصميم العربية بسيط لكن شيك، وده مناسب للي بيدور على عربية شكلها محترم من غير مبالغة. أبعاد العربية والمساحات. من مميزات سنترا إنها عربية واسعة مقارنة بمنافسين كتير. الأبعاد تقريبا: الطول 4615 ملم، العرض 1760 ملم، الارتفاع 1495 ملم، قاعدة العجلات 2700 ملم، ارتفاع الخلوص الأرضي 16.5 سنتي علشان تساعدك في تفادي المطبات والشوارع الغير ممهدة والمكسرة. سعة الشنطة الخلفية حوالي 510 لتر. الأرقام دي معناها إن المساحة الخلفية كويسة جدا للركاب، والشنطة تعتبر كبيرة ومناسبة للسفر والعائلات، ودي نقطة قوة مهمة في العربية. التصميم الداخلي. لما تدخل جوه العربية هتلاقي تصميم عملي ومريح. الخامات في الفئة دي معقولة جدا، والتركيز واضح على الراحة. من أهم مميزات المقصورة: مقاعد مريحة بتصميم داعم للظهر، طارة متعددة الوظائف، شاشة وسطية للنظام الترفيهي، تكييف أوتوماتيك ثنائي المناطق، فتحات تكييف خلفية للركاب. والميزة المعروفة في عربيات نيسان هي المقاعد المريحة اللي بيسموها زيرو جرافيتي سيتس، واللي بتكون مناسبة في السفر الطويل. التكنولوجيا والترفيه. العربية فيها تجهيزات تكنولوجية مناسبة للفئة السعرية، من أبرزها شاشة وسائط حوالي 7 بوصة، بلوتوث وأوكس، تحكم في الصوت من عجلة القيادة، كاميرا خلفية للركن، زر تشغيل المحرك بوش ستارت، نظام ملاحة GPS في بعض الفئات. يعني التكنولوجيا هنا مش مبالغ فيها، لكنها كافية للاستخدام اليومي. المحرك والأداء. نروح لأهم جزء لأي مشتري، وهو الأداء. العربية في مصر بتيجي بمحرك سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، قوة حوالي 118 حصان، عزم دوران 154 نيوتن متر، ناقل حركة أوتوماتيك CVT، جر أمامي FWD. التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر حوالي 10 ثواني تقريبا. الأداء هنا موجه للراحة والاقتصاد في البنزين أكتر من الأداء الرياضي. استهلاك البنزين. واحدة من مميزات العربية هي الاستهلاك البنزين المقبول. متوسط الاستهلاك حوالي 6 إلى 7 لتر لكل 100 كيلومتر حسب طريقة القيادة، وده رقم كويس جدا لعربية سيدان بالحجم ده. سعة تانك البنزين 52 لتر، وده كويس جدا. عوامل الأمان. نيسان اهتمت بعوامل الأمان في سنترا، ومن أهم الأنظمة الموجودة 2 airbags أمامية، نظام ABS مانع للعقاب، نظام توزيع الفرامل EBD، نظام مساعد الفرامل BA، نظام منع تشغيل المحرك ضد السرقة، كاميرا خلفية. يعني مستوى الأمان مناسب لفئة العربية. سعر العربية في مصر. العربية متوفرة في مصر غالبا في فئتين. الأسعار التقريبية بتنزل بفئة واحدة بس، وسعرها حوالي 899 ألف جنيه، والأسعار طبعا ممكن تختلف حسب الأوفر برايس أو العروض في السوق. مميزات نيسان سنترا 2026.
مساحة داخلية واسعة، شنطة كبيرة، اعتمادية عالية، استهلاك بنزين جيد، راحة ممتازة في القيادة، مناسبة للعائلات. عيوب نيسان سنترا 2026: أداء المحرك عادي مش رياضي، بعض المنافسين في نفس السعر عندهم تكنولوجيا أكتر. الفتيس CVT مش مفضل عند بعض السائقين. الخلاصة: لو بتدور على عربية سيدان عملية اعتمادية ومساحتها كبيرة، فنيسان سنترا 2026 تعتبر اختيار منطقي جدا. هي مش العربية الأكثر رياضية في الفئة، لكنها بتقدم معادلة كويسة جدا بين الراحة والاعتمادية والتكلفة، وده بالظبط اللي بيخليها واحدة من العربيات المنتشرة في الشارع المصري. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد في عالم السيارات. نشوفكم في فيديو جديد. سلام.